السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أميرة كويزين دي زاد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم في فيديو تاع وصفة للمملحات يجبنين بزاف. كنت ديجا صورت هذه الوصفة في الاوائل تاع القناة، كاع كنت كيما فتحت القناة مي كنت تعرفوا يعني ما كانش عندي بزاف خبرة في تصوير الفيديوهات، يعني كان الفيديو طويل بزاف وفيه بعض الاصوات المزعجة. سي بور سا يعني قررت باش نعاود نصورها يعني بطريقة اكثر احترافية. نبداو بسم الله بالمقادير. هنا واش نستحقوا في هذه الوصفه تاعنا؟ نستحقوا هنا هذا الكاس هو اللي نعبر به، نستحقوا 3 كيسان تاع الفرينه، نستحقوا ملعقه كبيره تاع السكر، ملعقه ونصف كبار تاع السكر، نستحقوا 4 ملاعق حليب بودره، ملعقه صغيره تاع ملح، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه صغيره تاع الخميره الكيماويه، نستحقوا 3 ملاعق تاع الزيت، ونستحقوا الحليب الماء دافي عفوا. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الحليب بودره تقدروا ترونوا العجينه تاعكم بالحليب في بلاصه الماء. هنا نبداو نحضروا المقادير مع بعضنا، يعني العجينه نبداو بالمقادير الجافه، هما الاولى المكونات الجافه يعني هما الاولى اللي نبدا بهم. وما نديروش يعني الملح والزيت نخلوهم حتى نعجنوا لاباط تاعنا نص عجين، يعني ما نبداوش بهم هما الاولى. كيما راكم تشوفوا هنايا نبدا ندير الماء غير بالعقل. انا هنايا هذه الكميه دات لي حوالي 30 مليلتر من الماء، 300 مليلتر عفوا، يعني 30 سنتيلتر يعني 30 سنتيلتر. مي البنات نتوما روحوا غير بالعقل في الماء حتى تلين لكم العجينه تاعكم، يعني ما ديروش 30 في خطره باش تقدر تدي لكم اكثر، تقدر تدي لكم قل. وهنا كي عجنت كيما شفتوا زدت الملح وزدت الزيت ونخليها تنعجن حوالي 10 دقائق. ها هي لاباط اللي نتحصل عليها، تجي يعني عجينه رطبه تلصق شويه في اليدين، مي يعني بعد حين نخدموها بالفرينه. هنا نضمها كيما راكم تشوفوا ونغطيها ببلاستيك غذائي، نخليها تخمر. يعني لهنايا الخموريه البنات على حسب درجه الحراره تاع المطبخ تاعكم، يعني تقدر تروح لكم من نص ساعه حتى 45 دقيقه على حسب درجه الحراره. وهنا نجو باش نديروا الحشو تاعنا. نستحقوا لحم مفروم حوالي 200 غرام، بصل، معدنوس، ثوم، فلفل اسود، ملح، الكوري ولا الكاري، الزعتره، لو تان، ونزيد سكنجبير كيما راكم تشوفوا هنايا، لو جونجونغ، ونزيدو لو كولي طوماط. هنا البنات اللي ما عندهمش هذه صلصه الطماطم الواجده يقدروا ديروا ملعقه يعني كبيره تاع الطماطم تاع المصبره وتخلطوها في شويه ماء. يعني كان سبقت ودرت لكم هذه الطريقه في الخبيزات المحشيين اللي درتهم من قبل. وهنا نزيد شويه تاع الجبن المفروم، ومن بعد نروحوا نقي الخضره تاعي كيما راكم تشوفوا. هنا انا استعملت البصل الاحمر، يعني ماشي ضروري البنات نتوما لا توفر عندكم تستعملوه راح يجيكم الذوق يعني بنين على البصل الاصفر، ولا ما توفرش يعني انا ماشي دائما نشريه، غير هذه الخطره كان عندي في الدار. وهنا البنات الثوم كيما شفتوني انا نديرها في شويه تاع الماء باش نقشرها، يعني باش تسهل عليا عمليه التقشير عفوا، ما تطلقش الريحه بزاف في اليد و ميم طون تقشر فاسيلمون. هنا كيما راكم تشوفوا نقطع البصله تاعي مكعبات، وانتم البنات الا بغيتوا تقطعوها يعني دوائر ولا شرائح هذاك الشيء يبقى لكم حريه الاختيار. انا درت هكاك باسكو ولادي ما يبغوش البصل، يعني بكل صراحه حتى انا لو كنت نشوفوا هكاك مقطع دوائر ولا ما ناكلوش يعني بكل صراحه. هنايا نقلي البصل تاعي نقلوه مليح حتى يذبل، يعني حتى يهبط كيما راكم تشوفوا. وهنا نبدا نزيد اللحم تاعي. هنا قلت لكم حوالي 200 غرام ولا حتى 100 غرام تكفي البنات. تقدروا تزيدوا لها الا بغيتوا تزيدوا لها شرائح تاع الزيتون، تقدروا تزيدوا لها يعني الخضر، تزيدوا لها الجزر ولا كيما تبغوا. قلت لكم هنا الحشو يعني لكم حريه الاختيار. يعني هذه الوصفات هذه المملحات نقدروا نستهلكم حتى في شهر رمضان الكريم، يعني في بلاصه البوراك نقدروا نديروهم بحجم صغير وتحطوهم في بلاصه البوراك يجي بنين بزاف.
هنا راني ندير في التوابل تاوعي كيما راكم تشوفوا. درت الملح، الكاري ولا الكوري والسكنجبير، فلفل الكحل، شويه تاع زعتره حتى تعطي ذوق بنين. راكم تعرفوا الحاجه كي تكون فيها طوماطيش تتماشى مليح مع الزعتره، يعني تعطينا ذوق بنين. صدقوني البنات جربوا هذه الوصفه ماكمش رايحين تندموا عليها، تجي ولا اروع. هنا ندير الكولي الطوماط. البنات اللي هنايا في فرنسا ننصحكم كي تشروا الكولي الطوماط شروا هذه لا مارك بونزاني، هايل، لا علاقه مع هذاك اللي يتباع في ليدل ولا. الذوق تاعو رائع وميم طون ماهوش غالي بزاف، يعني يدير 99 سنتيم الله اعلم، يعني 1 اورو للقرعه هذيك لا بريكات. فات سي بريكات سي با اون بوتاي. هنايا نزيد المعدنوس تاعي المقطع ونغطيهم هنايا، يعني تغطوهم وتخلوهم يطيبوا على غرضهم حتى ينشفوا لنا من هذاك المرق. هنا نجي العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا البنات خمرت. هنا نهبط لها الخموريه بهذاك الكوبات، يعني ننسي نحيها من لو بول يوم ميم طون، يعني نخرج هذوك الغازات اللي راهم فيها كيما راكم تشوفوا. يعني رشيت سطح العمل تاعي بالفرينه، يعني رشيت البلون دو طرافاي تاعي بشويه تاع لافارين. تقدروا في هذه المرحله تستعملوا الزيت باش ما تلصق لكمش العجينه، مي انا شخصيا البنات ننصحكم خدموا بالفرينه احسن باش ما تكونش العجينه تاعنا يعني ميدمه بزاف. نتفاداو شويه، يعني من الاحسن الانسان ينقص شويه من الدهون ومن السكريات يعني باش نتفاداو الامراض اللي راهم يكثروا. ربي يعافينا ويعافيكم ان شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا نحل العجينه تاعي، يعني السمك حوالي 4 مليمتر ولا حتى نصف سنتيمتر، يعني ما تبسطوهاش رقيقه بزاف. نحط في الوسط الحشو تاعي، وهنايا نبدا نشكل في الشكل كيف قلت لكم البنات اختياري كيما تبغوا نتوما. هنا نغلق الجهه الاولى كيما راكم تشوفوا ونزيدوا الجهه الثانيه، يعني الجهه هذيك اللي محلوله نديروها من الفوق جوست يعني باش تعطينا منظر شباب. ونحطوهم في سنيوه، نطيبوهم على درجه حراره 200 درجه البنات. ومن الفوق انا درت لهم يعني صفر بيض وشويه تاع الحليب، وديروا لهم الجلجلان ولا البافو ولا نتوما واللي يكون متوفر عندكم وحسب الذوق تاعكم. هنا نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. شوفوا البنات كيفاش يجي، صدقوني يجي ولا اروع، يجي خفيف بزاف وبنين. جربوا الوصفه البنات، جربوها، يعني ننصحكم جربوها وعلى بالي ماكمش رايحين تندموا. فوالا البنات، ها هوينا الشكل النهائي تاع الخبيزات تاعنا. جاو بنان بزاف 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 بزاف، يعني ولادي قضاو عليهم. انا هنايا عطاتني هذه الكميه 12 خبزه، يعني تقدروا ما ديروهم كوجبه عشاء ولا وحدهم بلا ما تزيدوا معاهم والو، يعني يشبعوا يقنعوا. وهنا البنات كانت توجور تجيني سؤال، نفس السؤال تاع كيف واش من زبده تخدمي بها العجينه المورقه. هنايا البنات شوفوا في لي غروند سورفاس، يعني في المحلات التجاريه الكبرى، ما تصيبوش لو بور دو فيتاج ما كاش، يعني زبده التوريق ما كاش. كاينه في المترو، مترو ما نقدروش نشرو منه كامل الناس باسكو لي سبيسيال بور يعني لي كوميرسون اي تو سا. بور لي بروفيسيونيل الله اعلم، سي راني نقول كلمه سوا. هنا انا نشري البنات الزبده، يعني خدموا بالزبده كيما راكم تشوفوا هنايا فيها 82 من الماده الدسمه، يعني 82% دو ماتيير غراس. ماشي شرط تشرو هاد لا مارك بريزيدون، تقدروا تشرو لا مارك اوشون، لا مارك كارفور، تاع ليدل، يعني تشرو اي مي لازم البنات ضروري تشوفوا تكون فيها 82% من الماده الدسمه. حتى هذه تاع ليدل البنات تخدم لكم العجينه المورقه وتجي هايله، يعني راني نقول لكم عن تجربه. باسكو كيما قلت لكم البور دو فايتاج هنا ما يتباعش في لي غروند سورفاس ولا ميم لي سوبر مارشي لي صغار كيما انتر مارشي ولا ليدل ولا ماكمش رايحين تصيبوه. لا مارغارين البنات سي با لا بين تخدموا بها، ماشي حتخرج لكم ماشي حتخرج لكم يعني تعطيكم نتيجه عفوا جيده للفيتاج تاعكم. هنا البنات اللي يبغوا يحوسوا يشروا لا بات فيتي واجده، يعني العجينه المورقه تكون واجده، كاينه هذه البنات لا بات فيتي بور بور لا مارك ماري. هذه البنات تجي بدون كحول كيما راكم تشوفوا هنايا، يعني فيها دايرين هنايا برك، يعني فيها الفرينه، فيها الماء، فيها الزبده،
وفيها 22% من الخل، ما فيهاش الكحول. هذه هي البنات فيما يخص الفيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم، ان شاء الله نكون جاوبت على تساؤلاتكم. نقول لكم تهلاو في رواحكم بزاف بزاف، ما تنساوش تشجعوني بلي لايك البنات باش الفيديو يحقق اكبر نسبة من المشاهدة ويلحق الاكثر عدد من الناس. نقول لكم تهلاو في رواحكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.